حاول على قد ما تقدر ان انت ما تفكرش في بكرة، فكر في النهاردة، عيش يومك. ده مش معناه التواكل، لا، ان احنا في ظروف بتقتضي مننا ان احنا ما نفكرش غير في يومنا. لو نقدر نفكر في الساعة اللي احنا عايشينها هنعيشها. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ انا مش هسألك عن عبادتك بتاعت بكرة، عشان انت مش هتسألني عن رزقك بتاع بكرة، لكن اسألني عن بتاع النهاردة. تمام. يعني ربنا سبحانه وتعالى له مغزى في الموضوع ده، في ان هو بيعرفنا ان احنا ما نعملش لبكره. يعني ايه ما نعملش لبكره؟ ان احنا نفكر في يومنا، نفكر في رزق يومنا، نفكر في دنيتنا النهارده. بكرة ده نخليه على ربنا عز وجل، عشان لو الواحد ثقل نفسه بهم النهاردة وبكرة وبعده كلنا هنقع ونتدمر. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان تارك لينا أجمل حديث. قال: يا ربي، لما بيضيق بيه الحال بيقول: يا ربي إني عبدك فأنت لن تضيعني أبدا. فاحنا كلنا بندعي نفس الدعاء اللي الرسول كان بيدعي، ونقول: يا رب فإننا عبادك فإنك لا تضيعنا. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رب الرسالة تكون وصلت، ويا رب بس نحاول على قد ما نقدر إن احنا نساعد بعضنا في إن احنا ما نفكرش في بكرة، لا، نخلينا دايما نفكر في النهاردة. ما نحملش نفسنا فوق طاقتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.